بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها شخصية عبد الله بن سبأ، مؤسس الفرق الشيعية الموجودة في العالم الإسلامي الآن، والتي استطاعت أن هي تقيم دول كبيرة مثل إيران، العراق، سوريا، اليمن، وبل أصبح عبد الله بن سبأ يعني أفكاره ورؤاه للتاريخ الإسلامي ونظرته للدين الإسلامي تسللت إلى حتى مساجد المسلمين السنة، تسللت إلى كتب التعليم. يعني لو قارنت بين كتاب التعليم في مصر وكتاب التعليم في تركيا، والبلدين مختلفين في اللغة، عن مقتل عثمان بن عفان، عن معاوية بن أبي سفيان، عن التاريخ الإسلامي، الأفلام، المسلسلات، إنه التاريخ الإسلامي كله أسود وكله ظلم، وإنه يعني الإسلام شيء سيء، والصحابة كلهم بداية من أبي بكر أو لو استثنى أول 30 سنة فكله سيء. وهذه طبعا الرؤية الفكرية لعبد الله بن سبأ، ويعني احنا فقط بنختلف معه في بنقول له أرجوك يعني نستبعد أول 30 سنة فقط اللي هي الخلافة الراشدة، لكن بعد ذلك احنا متفقين معاك ان هو تاريخنا الإسلامي كله سيء وأسود. لكن الحقيقة نحن كما سنعرض سنجد ان عبد الله بن سبأ وهو مفكر يهودي، واضح انه عميق الفكر بدليل انه عارف يؤسس كل هذه الفرق. سنجد انه لم يؤسس فقط الفرق الشيعية، بل أسس فرق عند المسلمين السنة. يعني من أبرز وأشهر الفرق الموجودة عند المسلمين السنة الآن مثلا داعش، تنظيم الدولة، فهنجد أن هم يعني يتفقون مع الشيعة في نفس الأرضية رغم الخلاف والعداء المستحكم بينهما ظاهريا. فنحن إذا نظرنا في تاريخنا الإسلامي سنجد أنه أهم 6 شخصيات التاريخ الإسلامي يتمحور حولها، أهم 6 شخصيات سنجد عبد الله بن سبأ منها. يعني احنا لدينا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعه يعني أو تابعيه. من تابعي الرسول؟ سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين. وهنجد في الطرف الآخر عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ استطاع بالفعل أن هو الآن في العالم الإسلامي أكثر من 250 مليون شخص يؤمنون بأفكاره ويعتقدون بصحتها. ولذلك اللي تصدى لمشروع عبد الله بن سبأ من؟ سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان. فستجدهم يعني يجري سبهم ولعنهم في إيران، في العراق، في سوريا، في اليمن. وعبد الله بن سبأ خلق أساطير حول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى إنه قال إنه علي هو الله، أو إذا لم يكن الله فهو إله يعبد، إله غير متوج. فأي شيء أنت لما تقع في مشكلة تقول يا علي ويا حسين، فأصبح تستغيث بشخص ميت ولا تستغيث بالله سبحانه وتعالى. فهنجد أن الذي أسس كل هذه الأوهام والأساطير ونقل سيدنا علي بن أبي طالب من صحابي مثل باقي الصحابة إلى جعله أهم من أبو بكر وعمر، حتى أصبحنا نقول الإمام علي ولا نقول الإمام أبو بكر ولا الإمام عمر، ونقول الإمام الحسين ولا نقول الإمام أبو بكر أو عمر. كل هذه من تأثيرات الفكر السبئي التي أصبحت تهيمن على العالم الإسلامي الآن. تعالوا نبدأ ونرى، لأنه هذه الشخصية مهمة لنفهم السياسة الدولية الآن بين إيران وبين دول العالم المختلفة وبين الدول في قلب العالم الإسلامي. التعريف البسيط لعبد الله بن سبأ أنه هو شخص من اليمن، يهودي اعتنق الإسلام وقاد ثورة أو انقلاب عسكري على سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث، وقام بفرقته يعني قاموا بقتل هذا الخليفة. هم استولوا على الحكم في الدولة الإسلامية أو الخلافة الراشدة، هم قاموا بتنصيب سيدنا علي خليفة الرابع، وبعد ذلك دخلوا في صدام مع سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه كانوا يريدون أنه يحكم كشكل كما جرى مع السلطان عبد الحميد لما قالوا على السلطان عبد الحميد وجيء بأخيه محمد رشاد. لكن سيدنا علي رفض أن يكون مجرد أداة، فبدأ يتصدى لهم، فدخل في صدامات معهم انتهت بمقتله. ثم جاء ابنه الحسن فدخلوا في صدام معه، فسيدنا الحسن وجد أنه إما أن الدولة يكون رئيسها عبد الله بن سبأ أو يكون رئيسها معاوية بن أبي سفيان. فسيدنا الحسن رضي الله عنه قرر أن الدولة يكون رئيسها معاوية بن أبي سفيان وسلمه الحكم. تعالوا نبدأ ونرى هذه الشخصية. بداية شخصية عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية
احنا بنحتكم لمنهج الأدلة المادية. أول دليل مادي هو قبر عبد الله بن سبأ هنا في هذا الجبل في سوريا، في جبل الأربعين، والإخوة السوريين موجودين يعرفوا الكلام ده. في حاجة اسمها مقام الأربعين في قبر عبد الله بن سبأ، ومن يكتب منكم على خرائط جوجل جبل الأربعين سيجده، ويجد الضريح موجود. وبشار الأسد اللي هو رئيس النظام السوري وطائفته، وهذه الطائفة الشيعية، تقول إن علي هو الله. هؤلاء يقولون عبد الله بن سبأ هو سيدنا وهو من الملائكة، يعني يؤمنون به يعني. طيب، وهنا الضريح أو قبر عبد الله بن سبأ في سوريا كما نشاهد. الصور دي من على خرائط جوجل يا جماعة. وهنا من أبناء القرية نفسها، القرية اسمها بقيلون القلمون، كفرز المعلقة، جبل الأربعين، مقام سيدنا عبد الله بن سبأ الأربعين عليه السلام، لأنه بيقولوا إن هو معاه 40 شخص يعني كانوا يساعدونه في دعوته. وهنا هتجد تعليقات الشيعة السوريين الذين يقولون إن عليه هو الله. فتجد مثلا واحد اسمه فارس بيقول عليك السلام يا سيدي عبد الله بن سبأ ورزقنا شجاعته ورضاه. واحد اسمه مافي وافا فبيقول لك أيضا عليك السلام يا سيدي عبد الله بن سبأ ورزقنا شفاعته ورضاه. هنا مثلا شخص اسمه علي ونيس بيقول قدس الله سره وسلام عليك يا سيدي عبد الله بن سبأ، وهكذا سلام عليك يا سيدي عبد الله بن سبأ إلى آخر ما هنالك. فإذا نحن لدينا مجموعة سكانية دينية، ويقولون نحن نشهد بالتواتر أنه هذا قبر عبد الله بن سبأ، وأنه شخصية موجودة من عهد سيدنا عثمان بن عفان إلى يومنا هذا. ده تواتر. زي اللغة، كلمة براذر في اللغة الإنجليزية أصلها منين؟ من أفغانستان. يعني حتى تجد المتحدث باسم طالبان في أفغانستان اسمه المولا برادر، وتجدها في اللغة الفارسية برادر، وموجودة فين؟ في بريطانيا براذر، وموجودة عند الألمان، وكلمة مازر. فإذا نقول أن الكلمة الإنجليزية براذر أصلها يا فارسي يا من اللغة البشتونية عند الأفغان. فهذا دليل مادي متواتر من آلاف السنين. فوجود هذه المجموعة الدينية التي تؤمن بقداسة عبد الله بن سبأ وبتذهب إلى قبره وتتبرك به دليل على أن هذا الشخص كان موجود في التاريخ وله أفكار وناس بيتبعوه حتى اليوم، وقبره موجود، سواء هو كان قبره أو ليس قبره، يعني ليس يعني المهم احنا بنقول في شهادة بالتواتر من أتباع هذه الطائفة. هنا يا جماعة دي انظروا الضريح كما تشاهدون، مكان مجهز جدا. هنا حضراتكم مقام الأربعين اللي فيه قبر عبد الله بن سبأ، وهنا صورة بالأقمار الصناعية للقبر كما تشاهدون وهو أعلى الجبل. تعالوا الآن نأخذ القصة الوصفية لتاريخ عبد الله بن سبأ وننتقل إلى الأدلة بعد ذلك. قصة عبد الله بن سبأ تقول أنه هو شخص فارسي من يهود إيران انتقل إلى منطقة سبأ في اليمن. كما تعلمون أن الفرس كانوا يحكمون اليمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه حكام الفرس من اليمن أسلموا ولهم قصة طويلة يعني، فهذا ثابت وموجود يعني. وهو يهودي واعتنق الإسلام، فتوجه إلى المدينة المنورة عام 30 هجري في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وبعدين أخذ يطوف فتوجه إلى البصرة وتعرف على الموجودين سكان البصرة. في عهد سيدنا عثمان بن عفان كان فيه أناس معارضين كأي نظام حكم. في ناس معترضة على سياسة سيدنا عثمان بن عفان كأي حاكم له معارضة أو ناس بتعترض على سياسته. في الجيوش الإسلامية فتحت بلاد مثل فارس، مصر وغيرها من البلاد الأخرى، وهذه البلاد فيها مسيحيين، فيها يهود، فيها مجوس يعبدون النار، فيها أديان كثيرة يعني. وبعضهم اعتنق الإسلام، وبعضهم يعني جنود الجيش الفارسي، جنود الجيش البيزنطي إلى آخره، المفكرين اللي كانوا موجودين في هذه الدول، بعضهم أسلم وبعضهم يعني اعتنق الإسلام وقال حزمنا عسكريا يجب أن نهزم هذه الدولة من الداخل. في قبائل عربية أو شخصيات عربية كانوا لصوص وبلطجية، مثلا حكيم بن جبلة. هؤلاء اللصوص والبلطجية كانوا يقومون بالإغارة على ممتلكات المسيحيين وغير المسلمين، فسيدنا عثمان بن عفان أقام عليهم الحدود وقام بمعاقبتهم، فأصبح هناك ناقمين على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه.
عادة المعارضة لأي حاكم في الدنيا بتكون في حدود 30% من الشعب، والمعارضة بتكون لأسباب مختلفة. معارضة لسيدنا عثمان بن عفان أسباب دينية، اختلاف الدين، أو أسباب اجتماعية أو سياسية. وهذا الذي جرى في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. فعبد الله بن سبأ كان رجل مفكر، يعني لا يستطيع أن يقوم بكل هذه الأعمال إلا إذا كان يتمتع بشخصية جاذبة وشخصية شديدة الذكاء ولماحة. يعني ما أنت بتهدم دولة كبيرة مثل الدولة الخلافة الراشدة، مساحتها 7 مليون كيلو متر، تضم مصر، ليبيا، الجزيرة العربية كلها، الشام، جنوب تركيا، أذربيجان، أرمينيا، إيران، تركمانستان. يعني سيدنا عثمان بلغة هذه الأيام إمبراطور ضخم جدا. فعبد الله بن سبأ لما تجول التقى بالمعارضة المشتتة، اللي هم متضايقين من سيدنا عثمان بسبب الفتوحات الإسلامية، أو إنهم اللي عايزين يعودوا دولة الفرس، أو اللي عايزين يعودوا دولة الروم، أو القبائل اللي بتسرق وسيدنا عثمان عاقبها من العرب إلى آخره. فتعرف على البصرة، وبعدين حصل بينهم مشاكل، اتجه إلى الكوفة، وبعدين من الكوفة سيدنا عثمان أرسله إلى دمشق عشان سيدنا معاوية يأدبه، ولم يستطع أنه يعمل حاجة في دمشق. اتجه إلى القاهرة. هو تعرف طبعا في كل هذه الرحلات على المجموعات المعارضة، فبدأ بتفكيره أنه احنا كيف نجمع هذا الشتات المعارض في صورة ثورة، ولا تذهب أصوات المعارضة سدى هنا وهناك. المهم عبد الله بن سبأ نسقوا أن احنا يذهبون إلى موسم الحج، طبعا أحداث كثيرة لا نريد أن ندخل فيها، وتوجه ضمن الحجاج إلى المدينة، وخرج ناس من الكوفة وخرج ناس من البصرة، وانتهت المسألة بقتل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وهنا كان في المدينة 4 صحابة كما سنأتي، أحدهم سيدنا علي بن أبي طالب، وجرى إجباره على تولي الخلافة، وهو وافق قرار صحيح أنه وافق، يعني مش قرار خطأ كما سيأتي. يعني بعد تنصيب سيدنا علي خليفة، الذي جرى أنه طبعا قتل سيدنا عثمان عادوا إلى بلدانهم، ففيهم ناس اتجهت تعود إلى مصر، عاوزين يرجعوا لمصر. هنا ما الذي جرى؟ سيدنا معاوية بن أبي سفيان في الشام قطع عليهم طريق مصر، وقام بقتل الكثير منهم، لأنه أخفى خبر مقتل سيدنا عثمان، ووضع جواسيس وعيون. وطبعا سيدنا معاوية بارع في المخابرات، بارع في الأمور العسكرية والسياسية، شخصية استثنائية في التاريخ الإسلامي سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. البقية في ناس هترجع للبصرة، وبعضهم سيعود إلى الكوفة. هنا هيحدث أنه يخرج جيش من مكة إلى البصرة قاصدا قتل من قتلوا سيدنا عثمان. هذا الجيش فيه السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه طلحة بن عبيد الله، وده من العشر المبشرين بالجنة، والزبير بن العوام وهو أيضا من العشر المبشرين بالجنة. فهنا سيدنا علي بن أبي طالب كما تشاهدون هو أصبح رئيس الدولة، ولكن الدولة كل واحد بيعمل حاجة من دماغه. يعني هنا سيدنا علي هيحاول يخرج من المدينة بجيش، ولكن سكان المدينة هيرفضوا الخروج معه، وسكان مكة هيرفضوا الخروج معه، فهيتجه إلى الكوفة كي يأخذ منها جيشا ويعود إلى البصرة، وتحصل موقعة الجمل، وسنأتي لتفاصيلها. وطبعا سيدنا علي كان هدفه أنه أنا رئيس الدولة وممنوع أحد يتحرك أو يقود جيوش أو يعمل عمليات. كان فكرة سيدنا علي هي فكرة صحيحة، اللي هو يجب أن نعيد الهدوء أولا. أي انقلاب أو أي سلطة بتستولي أو أي حاكم بيحكم بيعمل إيه؟ نهدئ الأمور أولا وبعدين نبدأ نفكر في الخطوات، وده تفكير صحيح يعني. والمهم بعد كده أيضا سيدنا علي هياخد جيش ويتجه ناحية دمشق، ولكن معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام سيخرجون ويتصدون له ويمنعون من دخول الشام. وطبعا بعد كده لما اتضح للفرقة السبائية أنه هو سيدنا علي لن يستطيع حسم هذه الحرب، بل سيخسرها في النهاية، لأنه سيدنا علي خسر مصر وخسر كثير من الأراضي حوله وخسر كثير من فارس، يعني حتى المناطق تحت سيطرة سيدنا علي كانت تخرج من تحت يده. ثم بدأ أقارب سيدنا علي نفسه يتركونه. عقيل ابن أبي طالب أخو سيدنا علي تركه والتجأ إلى معاوية. ابن عمه عبد الله ابن عباس تركه وعاد إلى المدينة. فهنا هذا الحزب السابق أدرك هذه المسألة، فجرى اغتيال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء ابنه الحسن. طيب هيحصل بعد كده هتأتي الدولة الأموية، وبعدين عبد الله بن سبأ هيرد ذكره في همدان إلى آخره، إلى أن احنا هنجد قبره يظهر في مقام الأربعين. هذا باختصار التاريخ الوصفي
لحياة عبد الله بن سبأ. الآن تعالوا للأدلة. أول دليل هو من الطائفة الشيعية التي تؤمن بألوهية علي بن أبي طالب، إن علي إله وإنه يا علي يا علي. في فرق شيعية علي إله معلن صريح، وفي فرق شيعية سيدنا علي هو إله غير متوج أو إله غير معلن تنقصه فقط صفة الإله. طيب تعالوا نرجع للطائفة الشيعية النصيرية في سوريا التي تقول إن علي إله. عندهم كتاب اسمه الرسالة الرستباشية، وده من الكتب المؤسسة للدين بتاعهم، ودي طبعا كانت مخطوطات سرية. لما الجيش الفرنسي احتل سوريا استولى على هذه المخطوطات وقام بنشرها. الرسالة دي كتبها واحد اسمه الحسين ابن حمدان الخصيبي، وهو مولود 360 هجري وتوفى 364 هجري. في هذه الرسالة يتحدث عن عبد الله بن سبأ وأنه من الملائكة أو النجباء، وهيتكلم باستفاضة. يعني أنا هترك لكم الصفحات اللي عاوز يقرأ. هيتكلم باستفاضة أنه سيدنا علي كان في السماء، وأنه كان معاه سيف ذي الفقار. هتجدوا أسطورة سيف ذي الفقار أسطورة غير صحيحة، وأنه سيدنا علي قتل بسيفه الملائكة وكان ملك في السماء فالملائكة هربوا منه إلى الأرض، وأنه سيدنا علي بيسير في السحاب، وأن هم كلما رأوا سحابة قالوا يا علي. الرسالة صحيحة؟ نعم صحيحة. لماذا؟ سنعرض عليكم الآن كتب للمسلمين السنة في نفس التاريخ بتاع هذا الكتاب يقول نفس العقيدة التي تقول هذا الكتاب. يعني كانت معروفة للكل، يعني سواء الشيعة المؤلهين لعلي أو المسلمين السنة. هنا حضراتكم صفحة 246 أما النجباء، وهيعد شخصيات كثيرة جدا، وهيقول أفضلهم وسيدهم عبد الله ابن سبأ. وهنا تكبير العبارة يا جماعة هو أفضلهم عبد الله ابن سبأ. هنا هنجد لعن سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والتشكيك فيهم. فهنجد في هذه الرسالة فكرة اللعن اللي هي موجودة في إيران وموجودة عند الشيعة السوريين وعند الشيعة العراقيين واليمنيين إلى آخره. فتجد هنا هم يفسرون قوله تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فيقول هم أبو بكر، عمر، عثمان، طلحة، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة عامر بن الجراح، خالد بن الوليد. وهتلاحظون أن هؤلاء هم الذين أسسوا الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هم الذين جمعوا القرآن، هم الذين نشروا القرآن، هم الذين قاموا بالفتوحات الإسلامية. يعني هؤلاء الآباء المؤسسين. وهو عبد الله بن سبأ داخل في صدام معهم منذ اللحظة الأولى، وهيبدأ يدخل في هذا الصدام عسكريا في صورة انقلاب عسكري على سيدنا عثمان، أو فكريا في أن هو يقول القرآن محرف فلا يجب أن يؤخذ به. وهنأتي لفكرة داعش اللي هي بتبطل القرآن. طيب فهنجد كما نشاهد، شوفوا الأفكار جاية منين. طيب هذا النص يوضح لنا أنه الشيعة اللي في إيران الذين يقولون أنه علي ليس الله، لكن هو مذهب واحد، لأنه هو شيعة إيران يلعنون الصحابة، وشيعة سوريا يلعنون الصحابة، نفس الموضوع. وهؤلاء يقولون القرآن محرف، وهؤلاء يقولون القرآن محرف، وهؤلاء يقولون علي عنده قدرات إلهية، وهؤلاء يقولون القرآن علي عنده قدرات إلهية. يعني خلاف في التفاصيل البسيطة يعني. طيب وبعدين هنا بيقولوا أنه سيدنا علي عرج صعد إلى السماء، كان معه سيف ذي الفقار، معه سيف ذي الفقار يقطر دما، وأن الملائكة هربوا منه، وإلى آخر ما هنالك، عشان إحنا مش عاوزين ندخل في الأمور العقائدية، يعني الحلقة طويلة يعني. طيب هنا رواية مهمة يرويها هذا الكتاب الشيعي، الطائفة الشيعية النصيرية في سوريا، وهو عبد الله بن سبأ. يقولون إن سيدنا علي بن أبي طالب لما قالوا له أنت الله أحرقهم، ثم في اليوم التالي أحياهم. هنأتي لصحيح البخاري وكتب المسلمين السنة، نجدهم أنهم يقولون سيدنا علي بن أبي طالب أحرق بعضهم، ولكن نفى عبد الله بن سبأ لأنه كان له شعبية قوية جدا، لدرجة أن سيدنا علي قال أنا يعني بما معناه لا أستطيع أن أقتله بسبب كثرة أتباعه، لأنه هتحصل حرب أهلية في القسم الخاص تحت سيطرة سيدنا علي. فسيدنا علي كان فاقد السيطرة على الأرض اللي معاه وعلى من يفترض أن هم أتباعه. في أتباع مخلصين، وفي أتباع كانوا يعتبرون علي بن أبي طالب مجرد ستار، يعني يحتمون به من معاوية. تمام؟ هنا القصة تحت عنوان إحياؤه الموتى وقصته مع عبد الله بن سبأ والسبئيين، وأنه سيدنا علي أحرق عبد الله بن سبأ وأصحابه العشرة، وبعد كده هيقول لك أنه
أحياهم، لما تقرأوا باقي النص يعني اللي عاوز يقرأ، وإن سيدنا علي لما أحياهم في شكل ثياب خضر، ثياب أخضر. وزيك هتجد اللون الأخضر مقدس عند الشيعة بجميع طوائفهم. هنا حضراتكم اللون الأخضر كما تشاهدون اللي هو موجود في الرسالة الرستباشية، وهتجدوا أنه عيون سيدنا علي وبشرته في هذه الرسومات تشبه العرق الآري وليس العرق العربي. يعني سيدنا علي من العرب، والعرب أصلا بشرتهم سمراء، لكن هتجد أنه عيون سيدنا علي في هذه الرسومات عيون عسلية أو خضراء كالعرق الإيراني الفارسي، وبشرة بيضاء كالعرق الفارسي. هنا يقولون أن عبد الله بن سبأ ظل حيا بعد حتى مقتل سيدنا الحسين، ثم جاء يزيد بن معاوية، وأن يزيد بن معاوية لم يستطع أن يقتل عبد الله بن سبأ، لأنه بعد مقتل سيدنا الحسين أصبحت هناك تذمر في الدولة على يزيد، فيزيد رأى أن يسكن الأمور فكف عن تتبع عبد الله بن سبأ وأنصاره يعني. وأنه يزيد أظهر أنه ندم على ذلك، وأخذ يظهر الاستقامة والإسلام، ويعطي أهل بيت رسول الله وأصحاب علي بالأموال أو العطايا. هنا يا جماعة الصورة دي توضح أنه الفرق الشيعية أصلها واحد، لأنه لما تدخل على اليوتيوب تجد معمم الشيعة في رجال الدين الشيعة في العراق وفي إيران يقولون الشيعة بتوع سوريا لا يتبعوننا، ده هؤلاء عبد الله بن سبأ وإحنا ما لناش علاقة بهم، وهذا غير صحيح. هنا مثلا ده جندي من أتباع بشار وابنه قتل وده القبر بتاعه، وحضراتكم لو نظرنا على القبر هنجد ان هو الائمه الاثنى عشر عند بتوع ايران بالظبط اهو. الحسن سيدنا الحسن، سيدنا الحسين، علي زين العابدين، جعفر الصادق، موسى الكاظم، على الرضا، الى الحسن العسكري والمهدي اهو. فهو نفس الائمه الاثنى عشر عند الشيعه في ايران وفي العراق وغيرها من المناطق. فاذا نحن امام فرق شيعيه لها عقائد اساسيه واحده، وان اختلفت في التفريعات البسيطه. نأتي الآن للأدلة التاريخية على وجود عبد الله ابن سبأ. أول دليل يقابلنا هو كتاب سيف ابن عمر. سيف ابن عمر هو شخص عاش في المدينة المنورة، ولد سنة 90 هجري، يعني بعد مقتل سيدنا عثمان بحوالي 55 سنة. يعني سيف ابن عمر هذا كتب كتاب، فهو قابل ناس عاشت في عهد عبد الله بن سبأ، والمدينة المنورة حصل فيها أصلا عبد الله بن سبأ كان موجود فيها وعمل الانقلاب إلى آخره. فهو قابل شهود وقابل أبناء من حضروا هذه الأحداث، فلا يستطيع سيف بن عمر أنه يختلق شخصية غير موجودة، وإلا لن تصدقوا الناس. بغض النظر سيف بن عمر صادق كاذب مش موضوعنا. سيف بن عمر هو من قبيلة تميم، وهو ابن المدينة المنورة وعاش في المدينة المنورة إلى آخره. ألف هذا الكتاب، اللي يكتب منكم على جوال ينزله، كتاب الجمل ومسير عائشة وعلي، بيتكلم عن مقتل سيدنا عثمان إلى آخره. كتاب سيف بن عمر ضاع، فقد، ولكن الطبري ضمنه في كتابه تاريخ الطبري. فالآن العلماء والمؤرخين أخذوا ما نقله الطبري عن سيف بن عمر وأعادوا تركيب كتاب سيف بن عمر. سيف بن عمر بيروي ظهور عبد الله بن سبأ، ثم قتل سيدنا عثمان، ثم كذا. وهنتناول أيضا شعراء عاشوا في عهد عبد الله بن سبأ وتناولوا فرقته وأتباعه وعقائدهم، وهم أحياء، والشعر بتاعهم وصلنا حتى اليوم. لكن نكمل مع رواية سيف بن عمر. يقول سيف بن عمر أنه كان عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاء، أمه سوداء من الحبشة، فأسلم زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم تنقل في بلدان المسلمين، فبدأ بالحجاز، ثم البصرة، ثم الكوفة، ثم الشام. وبعدين بيدخل في تفاصيل كثيرة لا تغنينا يعني اللي عاوز يقرأ فيها. لكن المهم بيقول حاجة مهمة جدا: عبد الله بن سبأ نادى بعقيدة الرجعة أو المهدي، فقال في البداية أن الرسول سوف يعود في نهاية الزمان، وهي اللي إيران بتؤمن بها، عقيدة المهدي، أن هناك مهدي وسوف يعود. والعقيدة انتقلت من عبد الله بن سبأ، لأنه اليهود يؤمنون بعقيدة المهدي، فهذه العقيدة انتقلت من اليهود إلى الشيعة، ومن الشيعة إلى المسلمين السنة، إلى أصبحت تروى أحاديث عن وجود المهدي. ولما تضح كل هذه الأحاديث بجوار بعضها تجدها كلها تنسب بعضها البعض، وتجد أن الرواة في الأساس هم شيعة. فمثلا ينقل سيف بن عمر فيقول:
أنه عبد الله بن سبأ كان يقول إن عيسى يرجع وإن محمد أيضا سيرجع، وبيستشهد بقوله تعالى للرسول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فطبعا هو هنا المقصود في الآية القرآنية إلى يوم القيامة يعني. وطبعا أيضا ده في قصة سيدنا موسى أن ربنا بيقول له إن أنا هردك يعني، فده موجود أيضا يعني، مش معناه أنه سيحييه يعني من الموت، لكن هو بدأ يدخل هذه العقيدة. وطبعا أتباع عبد الله بن سبأ فيهم مسيحيين دخلوا الإسلام، فيهم يهود دخلوا الإسلام، وهؤلاء بحكم دينهم اليهود السابق والمسيحية السابقة هم ذهنيا ونفسيا مهيئين لتقبل هذه العقيدة أنه في فعلا ممكن يرجع. فهمنا القصة؟ طيب. أيضا سيف بن عمر يتناول مسألة توريث الحكم عند الشيعة. كما نعلم أن الشيعة يقدمون الرسول على أنه ملك، وهذا الملك لما جاءته الوفاة أوصى بالحكم لابنه، بما أن الرسول أولاده الذكور توفوا في حياته فلم يكن عنده أولاد يجعلهم ولي عهدهم، فالرسول اختار ابن عمه وزوج ابنته علي بن أبي طالب وليا للعهد، فعلي هو الملك الثاني، وسيدنا علي لما جاءته الوفاة أوصى لابنه الحسن فأصبح الملك الثالث، وهو أوصى لأخيه الحسين، وهكذا هلم جرا. نحن أمام أسرة ملكية. هذه الفكرة من قالها عبد الله بن سبأ، وكان هدفها إثبات أن أبو بكر وعمر مغتصبين للحكم وليسوا خلفاء شرعيين، وأن معاوية أيضا مغتصب للحكم، والدولة الأموية والدولة العباسية، لأن هنخلي الحكم في عائلة واحدة. فهمنا؟ طيب. وهنا هو بيقول إيه؟ قال عبد الله بن سبأ بعد ذلك إن علي هو وصي محمد، ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله ووثب على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنه أبو بكر وعمر اغتصبوا الخلافة من سيدنا علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأنه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب شاب صغير 33 عاما فقط. أبو بكر الصديق كان راجل كبير عنده أكثر من 60 سنة، وهؤلاء شيوخ قريش وناس كبار. هم هؤلاء كانوا في المدينة المنورة، وهم لاجئين في المدينة بالمصطلح الحالي يعني سكان المدينة بالضبط كده كان لاجئين السوريين في تركيا. هل في سوري في تركيا يستطيع أن يغتصب الحكم من أردوغان؟ ما ينفعش، لأن السوري شخص واحد. فلو الأتراك 80 مليون تركي اختاروا واحد سوري رئيسا لهم، معناه أنه له شعبية عندهم. فأبو بكر الصديق سكان المدينة المنورة اختاروه، وهو أصلا من دولة أخرى أو بلد أخرى اللي هي مكة. فسكان المدينة هم الذين يقولون أبو بكر هو الخليفة أو علي أو غيره. فهمنا؟ طيب. المهم دي العقيدة اللي قالها عبد الله بن سبأ. أيضا هنجد هنا عبد الله بن سبأ قال إن عثمان بن عفان جمع أموالا، والاتهامات إنه سيدنا عثمان أعطى الأموال لأقاربه، وهتجد هذا مكتوب في الكتب المدرسية في مصر والكتب المدرسية في تركيا، وأعتقد في باقي البلاد الإسلامية. فانظروا عبد الله بن سبأ يكتب تاريخنا في مدارسنا الآن يعني. طبعا الكلام ده بعد سقوط الدولة العثمانية أخذ يكتب، لكن والدولة العثمانية قائمة لم يكن يكتب يعني. فلما خلع السلطان عبد الحميد احنا أصبحنا الذي يؤرخ لنا هم جماعة عبد الله بن سبأ يعني. وبعدين هنا يقول إيه؟ هو بقى بيبدأ يحرر بقى وضع خطة الثورة لأتباعه. قال فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، اعملوا إعلام، ابدأوا بالطعن على أمرائكم، انظر للحاكم شوفوا إيه الأخطاء بتاعته. وده اللي جرى في عهد رئيس مرسي، الكهرباء بتقطع، ويجري في عهد أردوغان في تركيا، إنه في ظلم في البلد، مفيش عدالة، مش عارف حصل إيه، في فساد إلى آخره. الطعن في أمرائكم. فأخذوا يطعنون على الولاة. وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميل الناس وادعوا إلى هذا الأمر، إلى الثورة يعني. هنا طبعا بعض المسلمين المخلصين، أي انقلاب يا جماعة أو أي منافقين بيتبعهم مسلمين مخلصين، وده طبيعي يعني كما قال في القرآن الكريم، كما قال الله وفيكم سماعون له. هذا حدث أيضا في عهد سيدنا عثمان بن عفان. طبعا هنا والي مصر عبد الله بن أبي السرح رضي الله عنه تنبه لخطورة الأمر، واقترح على سيدنا عثمان أن يقتله. فسيدنا عثمان رفض، قال طالما أنهم معارضة سلمية فلا تقتلهم. ولما وصلوا للمدينة وحاصروا سيدنا عثمان إلى آخره، قال طالما معارضة سلمية فلا تقتلوه، إلى أن قتلوه. طيب هنا بالفعل طبعا دي صور تعبيرية لتسهيل الشرح سنة 35 هجرية،
هم استغلوا موسم الحج وتوجهوا بقادتهم وأبرز قادتهم عبد الله بن سبأ إلى المدينة المنورة، وبعد أحداث كثيرة لا وقت نحن نعرضها الآن اجتمعوا وحاصروا سيدنا عثمان واقتحموا داره. طبعا حاصروه أكثر شهر تقريبا، منعوا عنه المياه، هجموا عليه، ورجل طاعر في السن 80 عاما كان يقرأ على المصحف، قتلوه وهو يقرأ على المصحف. وزوجته نائلة بنت الفرافصة رحمها الله رضي الله عنها أرادت أن تتقي السيف، ضربة السيف بيدها فقطعوا يدها، وارتمت عليه فضربوها على فخذها وانكشفت ساقها، فقالوا ما أعظم عجيزتها. لفظ عيب قوي. نائلة بنت الفرافصة هذه رضي الله عنها هي من؟ هي من قبيلة كلب في الشام. عند مين؟ عند سيدنا معاوية. وسيدنا معاوية متزوج من قبيلة كلب، يعني سيدنا معاوية متزوج من قبيلة كلب، سيدنا عثمان متزوج من قبيلة كلب. وذلك أهل الشام اعتبروا المسألة اعتداء على عرضهم وشرفهم. حتى الجنرال البريطاني جلوب باشا يقول لو أن معاوية رفض أن يأخذ هذا الموقف بقتال قاتل عثمان لخلعه أهل الشام، ورأوا أنه هو راجل يعني فيه دياثة وشيء من هذا القبيل، وحاشاه يعني. المهم هذا الذي جرى. طيب قتل سيدنا عثمان وأصبحنا أمام أمر واقع ولا بد من اختيار خليفة. فالمدينة المنورة فيها 4 كبار. علي بن أبي طالب كان شاب وقت وفاة الرسول، لكن الآن أصبح رجل كبير في السن، يعني أصبح سيدنا علي الآن عمره 53 سنة. في سيدنا علي بن أبي طالب من 10 المبشرين بالجنة، وابن عمته عبد الله بن الزبير وهو أيضا ابن عمة الرسول من 10 المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من 10 المبشرين بالجنة وخال الرسول، طلحة بن عبيد الله وهو أيضا رضي الله عنه من 10 المبشرين بالجنة وحضر كل الغزوات مع الرسول، وهو الذي يعني دافع عن الرسول في غزوة أحد وأنقذ حياته. فالدولة فيها 4 كبار. اللي قتلت عثمان أخذوا يطوفون عليهم على أحدهم يوافق على أن يصبح خليفة. لماذا؟ لأنه قتلت عثمان عبد الله بن سبأ وهؤلاء خشوا أن الجيوش تتحرك من الشام، من مصر، من أذربيجان، من أرمينيا، من فارس، وتتجه إلى المدينة وتقتلهم فيها. فقال لابد أن نختار خليفة كي يصبح هو رئيس الدولة فالأمور تتوقف. طبعا هذا اللي كما قلنا أنه الذين قتلوا سيدنا عثمان دول مجموعات مختلفة، فيهم اللي كان مسيحي واللي كان يهودي واللي كان مجوسي واللي هم عرب بيسرقوا مسيحيين إلى آخره. فهؤلاء كانوا بعضهم يريد طلحة وبعضهم يريد الزبير وبعضهم يريد علي. المهم في الآخر حملوا سيدنا علي بن أبي طالب أن يصبح هو الخليفة، وهو وافق وأعتقد قراره صحيح لأنه في الآخر لابد فيه رئيس دولة. ثم جاءوا بالسيف على رقبة الصحابة الثلاثة الباقين وأجبروهم على أن يبايعوا علي بن أبي طالب خليفة. سيدنا علي دار نقاش بينه وبين الصحابة في بعد ذلك: أنت كيف قبلت هذه البيعة؟ قال: لم يعد للمسلمين إمام ولا بد لهم من إمام. يعني اللي بيحصل غلط، لكن لابد. قطار بيسير بسرعة أو طائرة بتطير والطيار قتل، فلابد واحد يقود حتى لو اللي نصبه قتل حتى. فقال لابد للمسلمين الإمام، فكان وجهة نظره صحيحة. والأمر الثاني أن هذا الإمام يختار سكان المدينة المنورة، لأنه أهل الحل والعقد أو المجلس الانتخاب، طبعا ما فيش انتخابات في الوقت، يعني لا نستطيع إجراء انتخابات في ظل تباعد الأمصار وصعوبة المواصلات يعني. فسكان العاصمة هم الذين يختارون، فسكان العاصمة يختاروا 1 من 4. فهنا هتبدأ على طول المعارضة، والناس هتبدأ تسأل سيدنا علي: أين الثأر لعثمان؟ فسيدنا علي قال: سأخذ ثأر لعثمان. فهنا عبد الله بن سبأ واللي معاه قالوا: ثأر لعثمان مين؟ ده احنا سيوفنا موجودة. طيب تعالوا نشاهد. هنأتي إلى تاريخ الطبري، وتاريخ الطبري مهم لأنه أورد رواية أبو مخنف، وهي أيضا ورد فيها اسم عبد الله ابن سبأ. طبعا تاريخ الطبري يا جماعة، الطبري مولود 234 هجري ومتوفي 310 هجري، وهو اللي حفظ لنا كتاب سيف بن عمر وكتاب أبي مخنف. فسيف بن عمر هو مؤرخ من المسلمين السنة، وأبي مخنف هو مؤرخ شيعي. العجيب أنه كل الروايات تتلى في المساجد وفي اليوتيوب وكذا هي روايات المؤرخ الشيعي أبي مخنف، أن سيدنا معاوية كان طبعا في الحكم ويرث الحكم، وأن ابن يزيد قتل سيدنا الحسين إلى آخره. ورواية سيف بن عمر المؤرخ المسلم السني مرفوضة، وفوجئت بمشايخ سلفية بيرفضوا روايات
سيف بن عمر اللي هو مسلم سني، يقول اصله مش عارف كان فاسق ولا حاجه زي كده. طب ما انتوا بتاخدوا براءات ابن مخنف، يعني حاجه عجيبه يعني. فيعني على الاقل نعرض وجهتين النظر ثم نشكك فيهما. الطبري هو للامانه، والطبري عمل عظيم جدا انه وضع الروايتين، لانه هذا فكر زمانه. في ناس الان بتدين الطبري وتقول له انت يا طبري كيف تضع الروايات الكاذبه في كتابك؟ هذا كان سائد في عصره. بالضبط لو احنا نؤرخ ليه خلع السلطان عبد الحميد فنقول ان الماسونيه اتهمته بانه سلطان احمر، بانه قتل وسرق فانا مش بتهم السلطان عبد الحميد، احنا اللي بنفهم كده. طبعا مشكله تاريخ الطبري انه يقول لك ابي مخنف قال، واحنا لا نعرف من هو ابو مخنف. في وقت الطبري يعرفوا مين ابو مخنف. يقول سيف بن عمر قال، هو عارف سيف بن عمر مين. فهمنا؟ وهنا روايه سيف بن عمر انه السبائيه قالت لسيدنا علي، وسيدنا علي على المنبر، وقالوا له خذها اليك واحذرن ابا حسن، يعني كن انت الخليفه فإنا نمر الأمر إمرار الرسن، يعني احنا بنخيط، بنضع الحبل في أنف الناقة كي نسحبها. يعني من اللحظة الأولى هم بيقولوا سيدنا علي نحن سنحكم وأنت مجرد ستكون واجهة. فهيبدأ سيدنا علي يعترض عليهم، وسيدنا علي هيرد، وبعدين يقول إني عجزت عجزة لا أعتذر، يعني أنا خدت قراري. وبعدين يقول وسأجمع الأمر الشتيت المنتشر. ودي الخمس سنين لسيدنا علي اللي هو حاول يوحد الدولة. هو وجهة نظره صحيحة من حيث القواعد العامة، لكنه لم يكن يملك الأدوات، وكان الذي يملك الأدوات هو سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أنه من الحزب الحاكم في عهد سيدنا علي. سيدنا علي كان عنده حكومة ائتلافية، المسلمين السنة والشيعة أو السبائية، وهؤلاء فريقان متناحران. وبنلاحظ من أول لحظة سيدنا علي بيطلع على المنبر وبيخطب بيحصل الصدام في الشعر كما نشاهد. وده هيوضح لماذا لم يتمكن سيدنا علي من توحيد الدولة. طبعا هيبدأ المسلمين يقول سيدنا علي بما أنك أصبحت خليفة أين الثأر لعثمان؟ قال علي بن أبي طالب يا أخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون، يعني مقتل عثمان، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا لا. قال فوالله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله. يعني بيقول لك الغواء وكلهم أيدوا هؤلاء الناس، وهؤلاء اللي عملوا القاب يملكوننا ولا نملكهم. الرواية دي صحيحة، الواقع المادي يؤيدها. سيدنا علي في موقعة الجمل نجد يفقد السيطرة على الجيش، والجيش بتاعه يروح يحارب جيش السيدة عائشة بدون إذنه. في موقعة صفين الجيش بتاعه يتمرد عليه ثم يقتل. ثم بعد ما طعن وهو اقترب من الموت يوصي أن يدفن ليلا وسرا ولا يعرف مكان قبره حتى لا ينبش، يخشى أن هم كانوا ينبشوا قبره. فمعناها فعلا سيدنا علي كان فاقد السيطرة على القوة اللي المفروض هي بتساعده في حكم الدولة. أو ده واضح، انظروا دي الحالة، يعني العبارات دي لو أنت حتى مش مقتنع بسيف بن عمر فالواقع المادي بيقولها. أيضا لدينا كتاب لحفيد سيدنا علي بن أبي طالب اسمه كتاب الإرجاء، وبيتحدث عن السبائية وإنهم بيقولون أن القرآن محرف، وأن أبو بكر وعمر دول مغتصبين ويجب لعنهم. ده في عهد الدولة الأموية الكلام ده كله. وإن هم في مهدي سيظهر. طيب فهو بيرد عليهم، يبدو أن الدولة الأموية طلبت منه اطلع رد. فالكتاب ده عمل واحد ألفه اسمه الحسن ابن محمد ابن سيدنا علي بن أبي طالب، توفى 95 هجري. توفى 95 هجري، يعني يا جماعة هو لو كان عمره 60 سنة أو عمره 50 سنة فهو عاصر سيدنا الحسين وعاصر عبد الله بن سبأ وهو حي. والكتاب اسمه كتاب الإرجاء، رسالة الإرجاء. هذا الكتاب ضاع، ولكن في كتاب آخر نقل هذا الكتاب. يعني الكتاب الأصل ضاع لكن مضمون نقل. يعني كتاب يعني في ذاك الوقت يعني مثلا عدة ورقات، يعني رسالة يعني، وكانت تقرأ على المنابر. وقال إن إحنا كمسلمين بنقول أبو بكر هو الخليفة وعمر هو الخليفة، أما عثمان وعلي فنرجئ الحكم فيهما لله.
لماذا؟ في تلك الفترة كما يحبوا يعرفوا أنت من السبائية ولا أنت من المسلمين السنة، يسألوك ما موقفك من عثمان بن عفان. فإن قلت إنك بتؤيد عثمان بن عفان فأنت كده ضدنا. إذا قلت أيوة أنا مع خلع عثمان وقتل عثمان فأنت كده شيعي ومن فرقتنا. فهمنا الخطورة؟ الأمر بالضبط كده. بيقول لك أنت بتؤيد السيسي ولا بتؤيد مرسي في مصر؟ أنت بتؤيد كذا ولا كذا؟ يعني بيجيب لك المضادين حسب البلد اللي أنت فيهم يعني. فده الكتاب بتاعه. وبنجد منقول من المخطوطة في كتاب اسمه عبد الله بن سبأ، تأليف الدكتور سليمان بن فهد العود، وده في السعودية. يورد المؤلف كتاب الحسن بن محمد بن الحنفية 95 هجري، متوفي 95 هجري، والذي أمر بقراءته على الناس، وفيه ومن خصومة هذه السبائية التي أدركنا، إذ يقول هدينا لوحي ضل عنه الناس، يعني إن هم عندهم آيات في القرآن لم توضع في القرآن، وهذا ما يعتقده الشيعة اليوم يعني. وفي الهامش المصدر هو كتاب الإيمان، وهو عبارة عن مخطوط رسالة الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية. وأنا وجدت نسخة PDF من كتاب الإيمان مطبوع، ووجدت النص في المخطوط سبائية، لكن المكتوب في الطباعة شبيبة. هنقرأها احنا سبائية وانتوا أحرار في حكمكم يعني. أما أنه عادي فيهم سبائية متمنية يعني تتمنى ظهور المهدي، لأنه كانوا يقولون الدولة الأموية دولة ظلم، وإن الساعة اقتربت والمهدي سيأتي. واختلفوا في من المهدي، الرسول علي بن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب إلى آخره يعني. ظهروا بكتاب الله وأعلنوا الفرية، يعني قالوا احنا بنحتكم للقرآن ولكن بيكذبون على القرآن. وده اللي هتجده الشيعة ملال إيران الآن بتضع تفسيرات مختلفة للقرآن. وأعلنوا الفرية أو الكذب على بني أمية إن هم ظلمة. هم يقول اتخذوا أهل بيت من العرب إماما، يعني إن هم جعلوا بني هاشم أسرة الرسول أئمة، والكلام ده مخالف للإسلام كما يقول حفيد سيدنا علي. وقلدوهم دينهم يتلون على حبهم، يعني يسألك أنت كنت تؤيد أن علي على الحق ولا معاوية؟ فإذا قلت علي على الحق يبقى أنت معنا، إذا قلت معاوية على الحق نحاربك. وبعدين يقول جفاة على القرآن. أخطر عبارة يا جماعة، أخطر عبارة، جفاة على القرآن، أتباع الكهان، يعني هم عطلوا القرآن. وهذا الذي تقول به فرق الشيعة أن القرآن محرف، فإحنا لا نستشهد به لأننا لا نثق به، وإحنا هنعتمد على الروايات الحديثية. فتيجي تقول له هذا ليس حديث الرسول، يقول لك لا أنا مؤمن أنه حديث الرسول. اللي بيفعل هذا مين؟ السلفية. السلفية يقول لك إيه؟ قال رسول الله. طب تقول له نبدأ بقال الله، يقول لك لا تقل قال الله. فاهم؟ نبدأ يعني هو جعل رواية حديثية بتكون بنسبة 90% غير موجودة في الكتب الستة، مأخوذة من الحاكم النيسابوري اللي هو عالم حديث شيعي، وعاوز يلغي بها النصوص الواضحة في القرآن. ودي اللي هيستخدمها محمد بن عبد الوهاب والإنجليز في هدم الدولة العثمانية، إنه الخلافة العثمانية ليسوا من قريش، هؤلاء ليسوا عرب. فلو أنت عاوز توقع صلاح الدين الأيوبي توقعه من خلال إن إحنا هنهجر القرآن. صلاح الدين الأيوبي كردي فما يصلحش حاكم للمسلمين. يوسف بن تشفين من البربر فلا يصلح حاكم للمسلمين، أو أي حاكم آخر. فهمتوا الخطورة؟ فهو بيقول جفاة على القرآن، هجروا القرآن. أتباع الكهان يعني ماشيين وراء المشايخ أو الملالي، تقديس الشيخ وفكرة لحوم العلماء مسمومة إلى آخره، أو السادة عند الشيعة أن هذا حفيد الرسول فإحنا كيف نخالفه كذا. يرجون دولة تكون في بعث يكون قبل الساعة أو قبل قيام الساعة، يعني دولة المهدي. انظروا من أين جاءت عقيدة المهدي. هي عقيدة بدأت من السبعية وانتقلت للشيعة، وحفيد سيدنا علي كان بيحاربها. حرفوا كتاب الله وسعوا في الأرض فسادا. وبعدين بيقول لك إيه؟ ومن خصومة هذه السبائية أن يقولوا هدينا بوحي ضل عنه الناس وعلم خفي، ويزعمون أن نبي الله ختم 9 أعشار القرآن. يقولوا القرآن محرف وأنه فيه قرآن آخر، وده اللي الشيعة في إيران يؤمنون به أنه فيه مصحف فاطمة موجود في الأرض إلى آخره. يعني هذا النص هو بيشرح لنا التأسيس للعقيدة الشيعية، أو التي كانت تسمى في ذلك الوقت العقيدة السبائية. طبعا هيجري تغييرها إلى بدأوا يقولوا نحن السبائية، قالوا نحن أتباع
سيدنا علي، أو نحن شيعة علي وهتخرج الشيعة إلى آخره. عندنا شاهد أيضا معاصر وبل دارت بينه وبين مجموعة السبائية أنصار عبد الله بن سبأ معارك وسجلها في الشعر. هو شاعر أعشى همدان، وهذا مولود في عهد عثمان بن عفان 30 هجري، وعاصر يعني سيدنا علي كان طفل، وبعدين سيدنا معاوية والحسن والحسين إلى آخره، وعبد الله بن سبأ، يعني عاش في فترة عبد الله بن سبأ، وديوان شعره وصلنا يعني مخطوطة وموجودة وصلنا حتى اليوم. فهو من همدان، مهم مدينة في إيران اللي كان فيها السبائية، والسبائية كان هذه المنطقة بتحرك فيها. فهؤلاء دخلوا في حرب مع قبيلته وقتلوا كثيرا من قبيلته، لكن قبيلته انتصرت رغم خسائرها الفادحة. فألقى أبيات شعر بيتناول فيها فرقة السبائية، هم يؤرخ لنا في فكرة يا لثارات الحسين، وإن في واحد اسمه المختار الثقفي، وهذا شخص مشهور عند الشيعة سنأتي له، هذا هو أول من رفع على ثارات الحسين ودخل على البيوت في همدان وأخذ يقتل السكان الآمنين تحت مسمى أن يجب قتل كثير من المسلمين ثأرا للحسين. الفكرة اللي تطبقها إيران الآن لما قتلت 2 مليون مسلم في سوريا، 2 مليون مسلم في العراق، مئات الآلاف في اليمن من أجل الثأر للحسين. الحسين أصلا مات من 1400 سنة. وبيقول إن هؤلاء أخذوا أفكار من اليهودية، فبيقول إن المختار الثقفي هذا كان يريد أن يحمس أتباعه للقتال، فجاء بكرسي وقال هذا كرسي علي بن أبي طالب الذي كان يجلس عليه، ووضع عليه ستائر وحرير وكذا، فكان يحمس أتباعه للقتال، يعني أتباع المختار الثقفي. وهذا الذي كانت تفعله اليهود في مسألة التابوت بالنسبة لما يدخلوا في حرب أو شيء من هذا القبيل. فهو بيؤرخ للشعر بدون قصد طبعا إلى كيف انتقلت أفكار يهودية إلى هذه المجموعة من الناس. فيقول أعشى همدان شهدت عليكم أنكم سبئية، وأني بكم يا شرطة الكفر عارف، فأقسم ما كرسيكم بسكينة، وإن كان قد لفت عليه اللفائف الستائر أو الحرير، وأن ليس كالتابوت فينا تابوت اليهود، وإن سعت شبام حواليه ونهم وخارف. وبعدين بيقول وإن شاكر طافت به وتمسحت بأعواده أو دبرت لا تساعف، يعني إن هم كانوا بيتمسحوا بهذا الكرسي وعملوا له زخارف إلى آخر ما هنالك. بالفعل احنا هنجد إيران أنتجت مسلسل اسمه مسلسل المختار الثقفي، باعتباره أول من رفع راية الحسين وأخذ يقتل وفي المسلمين، وقال إنه بيقول وحي من عند الله إلى آخره. هو رفع كرسي علي بن أبي طالب، أو كرسي زعم إنه يخص علي بن أبي طالب. المختار كان بعد سيدنا علي تقريبا 30 سنة، بعد مقتل سيدنا علي في 30 سنة، وكان يريد أن يصل للحكم. مين اللي تصدى له؟ تصدى له عارفين ابن سيدنا الحسين سكينة، كان لها زوج اسمه مصعب بن الزبير. فابن سيدنا الحسين زوجها اسمه مصعب هو الذي هزم المختار الثقفي اللي رفع يا لثارات الحسين وقتله، اللي شاعر همدان تناوله. ادي يا لثارات الحسين كما شاهدنا يعني. وهنا في هذه الخريطة كما نشاهد هم دخلوا همدان وقتلوا فيها إلى آخره، اللي هم جماعة المختار الثقفي، أو للشاعر أعشى همدان يسميهم السبائية. تعالوا الآن نتجه إلى شاهد عاش في عصر عبد الله بن سبأ، وهو الفرزدق. فرزدق شاعر في العهد الأموي، وولد في الخلافة الراشدة في عهد عمر بن الخطاب، مولود 20 هجري في عهد عمر بن الخطاب، وتوفى 110 هجري. وبعدين الحجاج بن يوسف الثقفي في الدولة الأموية هيحارب ابن الأشعث وثورته، فهيصفهم الفرزدق في معركة دير الجماجم دي في العراق بأن هؤلاء السبائية وإن احنا هزمناهم. بغض النظر وصفه للمعركة صح أم خطأ متحامل على أعداء الدولة الأموية، لكنه بيقول إن في فرقة اسمها السبائية، فلن يصف فرقة لم تكن موجودة أصلا، وإلا الناس لن تفهم شعره يعني. فالمهم بيشيد بجيش الحجاج بن يوسف الثقفي، فيقول بأيدي رجال يمنع الله دينهم، يعني إنه الحجاج والجيش الأموي ده ربنا جعلهم لحفظ الإسلام يعني. ثم يقول كأن على دير الجماجم منهم، وبيتكلم عن المعركة. طبعا القصيدة بدايتها كلها اسمها ايه؟ ملاحم الإسلام، يعني يقدم الدولة الأموية رافعة راية الإسلام، والسبائية عاوزين يهدموا الإسلام. وبعدين يقول ايه؟ تعرفوا
همدانية سبئية. بيتكلم عنهم ان هم من مدينة همدان دي في ايران، وان هم سبئية نسبة الى عبد الله بن سبأ. وطبعا في خلال العرض كان عبد الله بن سبأ بيذهب الى همدان، وهمدان كان فيها مسيحيين وفيها يهود وفيها مسلمين وفيها عرب، كانت مدينة اخلاط. همدان الكوفة، همدان الكوفة، هذا الايه الخط. اللي يعني يقرأ منكم ديوان الفرزدق، القصيدة اخرها راء الف، لانه هيجد فهرس الكتاب بهذا الشكل. هنا كما تشاهدون مدينة همدان، وهنا تقريبا موقعة دير الجماجم في هذه المنطقة يعني. نأتي إلى كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، المولود سنة 500 هجري، متوفى 571 هجري. طبعا كتاب متأخر جدا، يعني بعد عبد الله بن سبأ ب 400 سنة، فهو من الناحية الشكلية لا يصلح كمرجع يوثق به. لكن أهمية الكتاب أنه ضمن لنا مضامين كتب قديمة ضاعت. فتعالوا ننظر، يعني هو وطبعا من المشكلة بالنسبة لنا الآن أن هو ما يقول عن فلان يعني عن كتاب فلان. هنا لدينا شاهد عاش في عصر عبد الله بن سبأ في نفس التوقيت، هو شيخ كبير يعني في تلك الفترة، مولود في عهد عمر بن الخطاب، اسمه الشعبي، مولود 21 هجري، يعني 10 سنوات قبل أن يصل، أو 11 سنة قبل أن يصل عبد الله بن سبأ المدينة المنورة. فهو يقول عن الشعبي قال: أول من كذب على الله، أول من كذب عبد الله بن سبأ، يعني أول من بدأ يكذب على الله أو يضيف آيات أو يحاول إضافة آيات أو يقول القرآن محرف أو يضع أحاديث على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كما نشاهد. هنا أيضا في كتاب عن حجة بن عدي الكندي في تاريخ دمشق يقول: رأيت عليا رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يقول: من يعذرني من هذا الحميت الأسود، اللي هو عبد الله بن سبأ، الذي يكذب على الله وعلى رسوله. فيقول سيدنا علي، يكمل سيدنا علي يقول: لولا أن لا يزال يخرج علي عصابة ينعي علي دمه كما ادعيت علي دماء أهل النهر لجعلت منهم ركاما. يعني سيدنا علي بيقول: أنا عاوز أحارب عبد الله بن سبأ، بس عنده قوة، ولو قتلتهم وحاربتهم هيبدأ من يتعصبون لهم. فهو كان متخوف من هذا. هذا يرينا الصراع اللي في معسكر سيدنا علي الذي لا ينقل لنا أصلا. هنا بنقول سيدنا معاوية أنقذ العالم الإسلامي، لأن سيدنا علي كما نشاهد كانت الأمور خارجة من سيطرته يا جماعة. أيضا بيورد روايات أخرى أنه ابن السوداء اللي هو عبد الله بن سبأ بيطعن في سيدنا علي وفي سيرته. اللي راجع منكم الكتب الشيعية هيجد شتائم في سيدنا علي كثيرة، يعني رغم أنه الظاهر التقديس نفس الفكرة هي. وأيضا كان بيطالب بإزالة الكتاب عن الذنوب من المسلمين، يعني المسلم طالما آمن بالله ورسوله فيدخل الجنة حتى لو قتل وسرق ونهب وخان ويعمل كل، لو قتل مليون إنسان تدخل الجنة، اللي هي عقيدة الإرجاء المرجئة. ما هو الإيمان إيه؟ قول وعمل. عبد الله بن سبأ قال إيه؟ الإيمان قول. وهذا الذي تجده في الأفلام والمسلسلات، إنك أنت رجل مؤمن، أنت مؤمن بالله، خلاص يا عم، لا تصلي ولا تصوم واقتل واسرق وانهب وارتشي وافسد في الأرض إلى آخره، عادي هتخش الجنة يعني. المهم حصل الرواية هنا بتذكر خلاف بين سيدنا علي وبين عبد الله بن سبأ في موقعة الجمل. كما نعلم لما قتل جيش سيدنا السيدة عائشة هزم، فمجموعة عبد الله بن سبأ قالوا احنا نأخذ غنائمهم، حتى كانوا عاوزين يأسروا السيدة عائشة يأخذونها جارية والعياذ بالله. فسيدنا علي اعترض ومنعهم وقال القرآن يمنعنا من هذا. وقال لعبد الله بن سبأ: ما هذا الرجل الشحشح، يعني الشحيح البخيل المتمسك بالمال يعني. فسيدنا علي قال: هذا الخطيب الشحشح من الخطباء ليس لنا من مالهم شيء، غلبنا عليه الكتاب، يعني القرآن، ويقصد أصحاب عائشة. أيضا هنا أن سيدنا علي بن أبي طالب دعا بالسيف وهم بقتل عبد الله بن سبأ، فكلم فيه، لأن عبد الله بن سبأ كان له شعبية وله أنصار. فسيدنا علي تراجع وقال: لا يسكنني ببلد أنا فيه، فسيره إلى المدائن. المدائن تقريبا بغداد الآن يعني قريبة. طبعا كل الروايات كما نشاهد أن سيدنا علي كان يريد أن يقتل عبد الله بن سبأ، لكن تراجع خوفا من أنصاره وأتباعه، لأنهم قوة جامدة يعني. طبعا العرب أصبحوا أقلية في الدولة، خلي بالكم، يعني فرس أسلموا، مسيحيين أسلموا، يهود أسلموا، وهكذا. فاللي حصل أنه كل الروايات متفقة أنه عبد الله بن سبأ عاش بعد سيدنا علي فترة طويلة واتجه إلى الشام، وقبره موجود في الشام. هنا وقعة مهمة أيضا
سيدنا علي لما بويع خطب في الناس، فقام إليه عبد الله بن سبأ فقال له: أنت دابة الأرض. فقال له: اتق الله. وبعدين هيحصل برضه خلاف بين سيدنا علي. أنت دابة الأرض يعني إيه؟ أنت المهدي الذي سيعود في نهاية الزمان. هذا مذكور في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: إذا وقع القول، يعني اقتربت الساعة يعني أو القيامة، إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، حيوان يعني تكلمهم. وده دليل إن هي حيوان يا جماعة، لأنه لو إنسان كان قال دابة يكلمهم، إنما دابة من الأرض تكلمهم. فهذه الآية تنفي فكرة المهدي تماما، لأن الآية بتقول إنه من آيات الساعة خروج إيه؟ دابة من الأرض، وإن الدابة دي سوف تكون حيوان. يعني في اللغة العربية ممكن تستخدم صيغة الأنثى على الحيوانات يعني، وليس المهدي. فالآية بتكذب فكرة المهدي تماما. نأتي الآن إلى كتاب تاريخ الطبري. احنا بنستشهد بهذه الكتب كتاريخ. يعني لما الطبري يتكلم عن السبائية معناها إنه كان في عهده فرقة اسمها السبائية. هنا رواية مهمة في صفحة 7، إنه عبد الله بن سبأ كان يتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم، يضع أحاديث ويضع أقوال. فأنصار سيدنا علي بن أبي طالب ماذا فعلوا؟ ألقوا القبض عليه وجاءوا لسيدنا علي بن أبي طالب وهو على المنبر وقالوا له: هذا يكذب على الرسول إلى آخره. فطبعا أتباع عبد الله بن سبأ احتجوا واعترضوا، فسيدنا علي وجد أن الأمور أصلا كانت عادوا فوضى، فقرر أن ينفيه بدلا من أن يقتله. فهنا الرواية تقول عن سفيان عن عمار الدهني: المهم سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت المسيب ابن نجبة أتى به ملببة، يعني ابن السوداء، يعني هم جاءوا به مسكينه يعني، وعلي بن أبي طالب على المنبر. فقال علي بن أبي طالب: ما شأنه؟ فقال: يكذب على الله وعلى رسوله. يبقى أول من بدأ في وضع أحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ عبد الله بن سبأ. هنا هنفهم العلاقة بين العقيدة الشيعية والعقيدة الداعشية، بل وفكرة العقيدة السلفية كلها، وهي تقوم على أساس بما أن القرآن ثابت، وسيدنا عثمان جعل فيه مصحف عثمان، وأي كتابة غير هذا المصحف أحرقها، فأصبح القرآن غير قابل للتلاعب. ما الذي غير مدون؟ السنة. فنستطيع أن احنا نضيف ونضع. يعني احنا لو عندنا 6 كتب للسنة جعلناهم 9، العقيدة تختلف. جعلناهم 15 كتابا، العقيدة تختلف. طب لو حذفنا كتاب من الكتب ال6 العقيدة ستختلف. فعبد الله، انت لما تنظر في الدين الشيعي يقوم على ايه؟ على الروايات الملصقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انت بتيجي تكلم اي واحد من ملال ايران، تعالوا نحتكم الى كتاب الله القرآن، يقول لك لا انا رافض، احنا نحتكم للاحاديث. فتقول له: والله الاحاديث اللي عندك، وعنده 4 كتب حديثية لا نعترف بها كمسلمين سنة. يقول لك: وانا لا اعترف بالكتب ال6 بتاعتك، البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وابو داود. طب يا عم نعرض الكتب ال6 ونعرض الكتب ال4 بتاع الشيعة على القرآن، يقول لك لا. يعني انت اول فورا ما تقول نعرض الكتب ال6 ونعرض الكتب الشيعة ال4 على القرآن ونشوف من على حق، يعترض عليك طرفين: الشيعة والسلفية، لأنه الطرفان يأخذان بتعطيل القرآن. الشيعة يقولون صراحة القرآن محرف، احنا نشك فيه فلا نعتمده. والسلفية يقولون هيمنة السنة على القرآن، القرآن معطل. يعني لا يصح انك تقول انه نعرض هذا الرواية المنسوبة للرسول لنراها القرآن ماذا يحكم فيها، لا. بل انه تيجي تسأل اي واحد النهارده، حتى ده بقى منهج، ما حكم الشرع في كذا، يقول لك قال رسول الله. وهو رسول الله ما قالش، تلاقي قال الحاكم النيسابوري، وده عالم حديث شيعي لكن يحسبوه علينا كمسلمين سنة. قال رسول الله: إن أنا مدينة العلم وعلي بابها. من قال هذا؟ الحاكم النيسابوري، لكن أصبح كلام الرسول. تعترض عليه، أنت طاعن في السنة، أنت زنديق، أنت كافر. قال رسول الله إنه الحكم في إنه ورثة فاطمة الزهراء كلهم يدخلوا الجنة. فلو أنت اعترضت على حسن نصر الله ولا ملال إيران ولا كده، يقول لك أنت كافر. وده استخدموه مع السلطان عبد الحميد، انه السلاطين العثمانيين اتراك عجم ليسوا من ذرية فاطمة، فاولاد ما يحقش لهم يحكموا اصلا. وهذا يفسر لنا كثرة الروايات المنسوبة للرسول كذبا عن فضائل علي وفضائل السيدة فاطمة وطب باقي بنات الرسول الثلاث.
لا ذكر نسيناهم، رقية، أم كلثوم، زينب، انتهوا. الحسن والحسين، طب بقى أبناء علي، لا قيمة لهم. لأنه هذه الروايات هدفها إسقاط الدولة الأموية وتحقق، وإسقاط الدولة العباسية وتحقق، وهدفها تعطيل القرآن وتحقق في العصر الشيعي. الشيعة حكموا العالم الإسلامي 200 سنة. والإنجليز لما جاءوا العالم الإسلامي راحوا قالوا إيه؟ هنحيي السلف، هنعمل حاجة اسمها السلفية، مذهب خامس. كيف؟ قالوا هنجيب الكتب الحديث غير الكتب الستة، نفتح باب التحديث. فذلك العقيدة السلفية قائمة على التحديث وليس على القرآن. احنا بنقول المفروض احنا كمسلمين عقيدتنا على القرآن والسنة، والسنة الكتب الستة. لذلك هم بيرفضوا هذا، يقولوا لا القرآن نعطله والكتب الستة لا تكفي، أن ندخل الحاكم وندخل وندخل وندخل. ولذلك هذا يفسر لك، تجد السلفية المدخلية تقول طاعة الحكام. السلفية داعش مثلا، ما هي داعش سلفية، هي داعش قامت على فكرة إيه؟ الخلافة 30 سنة، اللي هي الخلافة الراشدة. ليه؟ لإسقاط الدولة الأموية. ده حديث واحد شيعي اسمه سعيد بن جمهان، البخاري رفضه ومسلم رفضه. طيب، فقائمة على هذا الحديث وأنها تقوم خلافة على منهاج النبوة. فالبغدادي اللي هو كان زعيم داعش كان يرى نفسه أنه هو خليفة على منهاج النبوة، أحسن من محمد الفاتح وأحسن من يوسف بن تشافين وأحسن من معاوية بن أبي سفيان. فقامت حرب وقتل ناس وقتل علماء وقتل مشايخ وترملت نساء وتيتم أطفال بناء على رواية مكذوبة. وإذا تقول هي مكذوبة يقول لك أنت كافر. وهذه الرواية الخلافة على 30 سنة دي بتجعل تاريخنا الإسلامي كله أسود. يعني هي خلافة راشدة 30 سنة وكله أسود، الدولة الأموية السوداء والدولة العباسية والعثمانية والأيوبية والمرابطين والمماليك كلهم أسود. فاحنا تاريخنا مشرف. احنا بنقول ناخذ برواية البخاري ورواية مسلم، هي روايات صحيحة أصلا، اللي بتقول تاريخنا الإسلامي مشرف. الخلفاء 12 خليفة، فهيبدأوا الخلافة الراشدة والدولة الأموية وبداية الدولة العباسية كمان. فهمنا؟ فاحنا هتجد انه داعش بتنظر للتاريخ الإسلامي انه تاريخ أسود، كله أسود. الدولة العثمانية غلط والأموية وهو نفس نظرة الشيعة انه التاريخ الإسلامي كله تاريخ أسود. بس داعش بتقول حتى ال 30 سنة الأولى سوداء أيضا. ده الشيعة. داعش بيقولوا لا احنا لسه 30 سنة، يعني هو خلاف. واحنا كمسلمين سنة أصبحنا نعتقد بعقيدة هؤلاء وهؤلاء، واحنا لا حول ولا قوة إلا بالله. فبنقول لا يا جماعة انظروا، دي جملة خطيرة جدا، جملة خطيرة جدا. مسألة فبركة الأحاديث، وده علم الحديث وضع لمنع هذا. البخاري ومسلم والكتب الستة وضعت لوقف هذه المسألة. ففتح باب التحديث هدفه إحياء ما قال أمر به عبد الله بن سبأ، إن إحنا ليس لدينا كتب ستة في السنة، لا ده إحنا ممكن نخلوهم 10 كتب و20 كتاب، زي ما عند المسيحيين مختلفين على الإنجيل فنختلف على الكتب العقائد. يعني فهمنا القصة يا جماعة؟ تعالوا نذهب إلى كتاب العقد الفريد. هذا الكتاب أهميته أنه بيؤكد صدق الوثائق الشيعية النصيرية في سوريا اللي الجيش الفرنسي نشرها، وهي مسألة عبادة علي وأنه في السحاب وفكرة يا علي ويا حسين إلى آخر ما هنالك، وبيفسر العقيدة. الكتاب ده وثيقة تاريخية مهمة، صاحبه اسمه ابن عبد ربه الأندلسي، وهو مولود 246 هجري إلى 328 هجري، يعني هو بعد عبد الله بن سبأ حوالي ب 200 سنة أو 150 سنة. طبعا هو لا يتناول عبد الله بن سبأ، لكن يتناول أتباعه الموجودين والذين كان اسمهم السبائية، وبيتناول عقيدة المهدي ولعن أبو بكر وعمر إلى آخر ما هنالك، وده قبل أن تقوم أي دول شيعية يعني. فيقول في الشيعة الروافض قيل لهم رافضة لأنهم رفضوا خلافة أبا بكر وعمر. والشيعة وهم اللي هم فرقة من الرافض، بس الشيعة كانوا أخف يعني دونهم، وهم الذين يفضلون علي على عثمان. يعني ربما أن هؤلاء الشيعة يقصد بهم العرب الذين اشتركوا في قتل سيدنا عثمان، ولكن ليس لديهم عقائد يهودية أو مسيحية يعني. فيقول أنه الشيعة الرافضة لديهم غلو شديد في علي، بعضهم ذهب مذهب النصارى في المسيح، وهؤلاء منهم وهؤلاء هم السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ، وبيرد أو بيات شعر إلى آخره. يعني بيقول أنه كما أن النصارى جعلوا من المسيح هو الله، السبائية جعلوا من علي هو الله. الكلام ده يتفق مع الرسالة الرستباشية. فاحنا عندنا مصدر شيعي نصيري ومصدر مسلم سني،
والمؤلفين في نفس الفترة على فكرة يعني. وبعدين بيقول ان سيدنا علي احرقهم بالنار، نفس الكلام اللي موجود في الرسالة الرستباشية. وبعدين بيقولوا انه سيدنا علي افضل من ادم وخير من ادم، وانه هو افضل من الانبياء، وانه يعني سيدنا علي والرسول يعني متماثلين. يعني هو طبعا لو الحقيقة كان قالوا سيدنا علي اهم من الرسول يعني. ولذلك تجد دايما الشيعة يقول يا علي يا علي يا علي، ولا يقولون يا محمد، رغم ان محمد اهم. واحد الشيعة قال لي يعني انت بتقول نحن نقول يا علي؟ قلت له نعم، لماذا؟ قال لاننا نحب علي اكثر من محمد، بكل وضوح يعني. طب تيجي تقول مثلا تحب علي ولا ابو بكر؟ يقول لك ابو بكر ملعون. طب محمد؟ يقول لك احنا بنحب علي اكثر من محمد. ثم يضيف ومن الروافض من يزعم ان علي رضي الله عنه في السحاب، فاذا اطلت عليهم سحابه قالوا السلام عليك يا ابا الحسن. وبعدين بيذكر ابيات شعريه. وهنا بيتناول عقيده المهدي. يقول ان الشيعة الروافض اللي هم في ايران وفي سوريا وفي العراق حاليا كلها تؤمن بالرجعه، وتقول لا تقوم الساعة حتى يخرج المهدي. وبيسميه محمد بن علي اللي هو ابن سيدنا علي بن أبي طالب، فيملأها عدلا كما ملئت جورا ويحيي له موتهم إلى آخره. هتجدوا أن هذه النص اللي هي العقيدة السبائية بعد ذلك حولوها إلى حديث والصقوها بالرسول. وستجدون أن البخاري ومسلم رفض هذا الحديث، فهمنا؟ لا في القرآن ولا في البخاري ولا في مسلم. شفتوا النص؟ انا بقول لكم ناس كلام علماء يعني في البداية خالص. يعني كان اللي يقول بعقيدة المهدي في ذلك الوقت معروف على طول انه سبئي. اليوم اصبح في مشايخ مسلمين سنة يقولوا لا احنا بنؤمن بالمهدي. يعني حتى انت بقى الشيعة يؤمنوا وقطاع من المسلمين السنة، ولما تيجي ترفض يقول لك انت مبتدع وانت مكذب للسنة. وطبعا بيتكلموا مرة أخرى عن المهدي، وطبعا المهدي مختلف في من هو يعني بالنسبة لفرقهم يعني. هنا بيتناول فرق الروافض، فبيقولوا منهم الكيسانية نسبة إلى مختار بن عبيد الله الثقفي اللي احنا قلنا عليه، ومنهم الحسينية اللي هم كانوا يطوفون بالليل في الأزقة الكوفة يقولون يا لثارات الحسين، فقيل لهم الحسينية. طبعا حضراتكم لن نشاهد الآن مساجد المسلمين السنة في العالم كلها بتتحدث عن مقتل الحسين وكربلاء بالضبط كما السبائية. ومساجد المسلمين السنة لا تذكر مقتل سيدنا عثمان بن عفان بكلمة. مساجد المسلمين سيدنا عثمان أهم من الحسين، لا تذكره بكلمة. مقتل سيدنا عمر بن الخطاب الأهم من الحسين، لا تذكره بكلمة. فانظروا، لذلك نقول شخصية عبد الله بن سبأ مهمة، لأن عبد الله بن سبأ أصبح الآن بيشارك في كتابة خطبة الجمعة في المساجد، مساجد المسلمين السنة. أنتوا متخيلين المشهد؟ وأصبح كلام عبد الله بن سبأ جعلوه أحاديث، وتيجي تقول له الكلام ده البخاري رفضه، مسلم رفضه، وأنا عملت فيديو هعمل فيديو تاني بإذن الله إن شاء الله. فهمنا القصة؟ هنا ابن عبد رب الأندلسي يفسر فكرة الشيعة الروافض. قال إن هم يهود هذه الأمة. يعني إيه؟ قال اليهود يكرهون المسيحية أو يكرهون المسيح. لماذا؟ لأنه اليهود يقولون إن ديننا على حق، فلما جاءت المسيحية قالت إن الدين اليهودي على باطل. فالشيعة رافض نفس الموضوع. يعني كما إنه اليهود يلعنون المسيح ويقولون يعني بيقولوا كلام صعب جدا على سيدنا عيسى يعني، ويعني ما يصحش أقوله، وإنه أتباع سيدنا عيسى دول ناس أشرار إلى آخره، لأنه كانوا يكذبونه أصلا. فالرافضة أيضا يقولون نفس الحكاية على الصحابة، أبو بكر وعمر وباقي الصحابة. فيقول إن الرافضة هم يهود هذه الأمة، يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية، ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، وقد أحرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وإحنا طبعا ذكرنا هذا وهنأتي لذكره في البخاري. ويضيف أن علي بن أبي طالب نفى بعضهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى إصابات، وبيذكر بعض الأسماء. ثم بيقول إنه الشيعة الروافض أخذوا من اليهود عقيدة وهي الملك، إن الملك يكون في آل داود. فالشيعة الروافض أيضا قالوا إن الملك يكون في آل علي بن أبي طالب. وإن اليهود قالوا لا يكون جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح المنتظر وينادي مناد من السماء. والشيعة الرافض أيضا قالوا لا جهاد في سبيل الله
حتى يخرج المهدي وينزل سبب من السماء. بيقارن هو، يعني بيقول ان هم فعلا اخذوا هذه العقيده. وفعلا انت اللي يرجع منكم لعقيده الشيعه في ايران يقولون لا يجوز الثوره على الحاكم، لا يجوز القتال، لا يجوز اعلان الحرب، لا يجوز الجهاد الى اخره، الى ان جاء الخميني وقال لهم احنا قاعدين هننتظر المهدي، المهدي لن ياتي. فالخميني عمل تثوير للشيعه، فقام بثورته التي خلعت شاه ايران وجلس مكانه، وبدأت هذه الثوره الايرانيه تنطلق الى العراق وسوريا واليمن، وأصبحت بتمتد إلى بلاد إسلامية مثل السعودية، تركيا، باكستان، أفغانستان، المغرب، الجزائر، السودان، الصومال، اليمن، وغيرها من البلاد الإسلامية. أيضا هنا كتاب المحبر، وده كتاب خاص بالأنساب، يعني مين ابن مين ومين أم مين. وتعلمون أن العرب كانوا مهتمين جدا بالعائلات والزواج والتاريخ ده. فالكتاب ده صاحبه متوفي سنة 245 هجري، يعني كان موجود في ظل هذه الطائفة، كانت موجودة يعني أو قريب عهد منها. شوفوا هنا الكتاب ده مين اللي راجعه يا جماعة؟ النسخة بتاعته المخطوطة دكتورة اسمها إلزا ليختنشتيتر، أوروبية، مستشرقة أوروبية. فهؤلاء درسونا حتى النخاع، وهم أدرى بنا من أنفسنا. فلما يجي الواحد يقول العلم، الناس تقول لك كيف تقول هذا؟ انظروا هنا بيتناول أبناء الحبشيات، وضمن أبناء الحبشيات بيقول أنه عبد الله بن سبأ صاحب السبأية. وطبعا هو بقى مترجم من أمه حبشية ومن أمه من قبيلة كذا ومن أمه مسيحية، إن المسائل دي كانت مهمة جدا بالنسبة للعرب. يعني رأيه فيها صح، رأيه فيها غلط، مش موضوعنا. وضحت؟ كل الكتب اللي احنا بنستشهد بها الاستشهاد التاريخي وليس الاستشهاد الديني. يعني بنستشهد ان الناس دي يقولون في عهدنا كان في فرقه اسمها السبائيه، زي ما احنا بنتكلم الان ونقول في السلفيه، في داعش، في الشيعه، في الازهر. فاحنا مش لا نتحدث عن عقيدهم، انما طالما انا بذكرهم يعني موجودين في عهدي، يعني فهمنا؟ طيب نروح لتفسير الطبري، وهو مولود 224 هجري متوفي 310 هجري، الجزء الخامس، وهو بعد عبد الله بن سبأ ب 150 سنة تقريبا. فهيفسر إحدى الآيات القرآن وهيقول، فبيقول إنه أصناف البدعة إما من النصرانية مسيحيين يعني، أو يهود، أو مجوس، أو سبائية، أو حرورية، أو قدرية، أو جهمية، إلى آخر ما هنالك. نأتي الآن إلى كتاب الجاحظ، البيان والتبيين، الجزء الثالث. والجاحظ يا جماعة عاش، ولد 160 هجري، يعني الجاحظ بعد عبد الله بن سبأ تقريبا ب 80 سنة 70 سنة، قريب زمنيا جدا. وهيتكلم عن أنصار عبد الله بن سبأ، ودي فترة قريبة، يعني فترة جمال عبد الناصر، بيننا وبين جمال عبد الناصر في مصر، أو الملك فاروق، أو مثلا في تركيا بين أردوغان وعدنان مندريس. فالجاحظ شخص قريب زمنيا، وألف كتب كثيرة يعني. فهينقل لنا أيضا رواية الشعبي اللي هو ولد في عهد عمر بن الخطاب. وهيقول الشاهد اسمه زحر ابن قيس، يقول قدمت للمدائن، المدائن قريبة من بغداد، كانت عاصمة فارس في ذلك الوقت، بعدما ضرب أو قتل أو طعن، أو بعدما ضرب أو طعن علي بن أبي طالب رحمه الله، فلقياني ابن السوداء اللي هو عبد الله بن سبأ، فقال لي ما الخبر، ماذا حدث؟ فقلت له ضرب أو طعن أمير المؤمنين ضربة يموت الرجل من أيسر منها ويعيش من أشد منها. فقال لو جئتمونا بدماغه في 100 صرة، يعني طبق أو طست، يعني لعلمنا أنه لا يموت حتى يزودكم بعصاه، أنه علي حي. وهذه عقيدة الفرقة الشيعية السورية اللي منها بشار الأسد اللي بتحكم سوريا واللي هجرت الشعب كله يعني. طيب هنا كتاب صحيح البخاري، والبخاري مولود 194 هجري متوفي 256 هجري. البخاري كتابه أيضا أهميته توثيقية، موقف سيدنا علي بن أبي طالب من هؤلاء، والبخاري بعد عبد الله بن سبأ ب 120 سنة تقريبا. وبيحكي لنا أنه سيدنا علي حرق بعض أتباع عبد الله بن سبأ. نفس رواية مين؟ الرسالة الرستباشية اللي هي الفرنسيين أفرجوا عنها، اللي هي العقيدة الشيعة اللي موجودين في سوريا، بيقولوا أيوة فعلا. فهنجد أن هناك اتفاق بين المصادر، سواء مصادر المسلمين السنة أو مصادر الطائفة الشيعية التي تؤله علي اللي هم النصيرية في سوريا اللي منهم بشار الأسد.
فليس هناك خلاف في الوقائع، الخلاف في تفسير الوقائع، أن المسلمين السنة يقول علي أحرقهم بالنار عقابا لهم، لكن الشيعة النصيرية بتوع سوريا يقولون لا، علي أحرقهم بالنار لأنه إله، فالإله هو الذي يحرق بالنار وأحياهم. فهمنا؟ طيب تعال نرى ماذا يقول البخاري. البخاري بيقول أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، يعني جابوا لهم زنادقة يعني. فبلغ ذلك ابن عمه اللي هو ابن عباس رضي الله عنه صحابي، فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يعني عبد الله بن عباس هو صحابي بيعترض على سيدنا علي أنه أحرقهم بالنار، وكان يقول يجب قتلهم. فإذا هناك اتفاق في المصادر التاريخية على ماذا فعل سيدنا علي بن أبي طالب، سواء المصادر الشيعية أو المصادر الإسلامية السنية، لا خلاف كما نشاهد. طبعا الشيعة الاثنى عشر اللي هم في إيران، وهي نفس الفكرة، ما هو شيعة سوريا اللي هم منهم بشار اللي بيقولوا أن علي الله، هم أيضا عندهم الأئمة 12، نفس الموضوع يعني، وكله اتفاق في الوقائع واختلاف في تفسير أو دوافع سيدنا علي بن أبي طالب من فعله. نأتي أخيرا لكتاب الإبانة، نبدأ بكتاب الإيمان، تأليف ابن بطة وهو من الحنابلة، المجلد الأول. بيعطينا معلومة مهمة عن السبائية، فيقول وهم صنف من العجم يكونون بناحية خراسان. هذه معلومة مهمة، أنه في ذلك الوقت أين كان السبائية؟ كانوا يسكنون في خراسان. خراسان فين يا جماعة؟ في تركمانستان وشرق إيران. وطبعا لو الوقت لا يمتد نحن نقارن بين العقيدة اليهودية وهذه العقيدة تجدها شبه تطابق. فكرة الاثني عشر إمام، فكرة التوريث الحكم آل داود وآل علي، فكرة احتقار المرأة تجدها أن هي لها مكانة أقل إلى آخره. فكرة أنه لا يجوز دعوة، يعني الشيعة اللي هم بتوع سوريا لا يجوز دعوة غيرهم، لهم يدعون غيرهم، ونفس اليهود لا يدعون غيرهم. فكرة المهد المنتظر إلى آخره. وهم منين؟ كانوا ساكنين في ذلك الوقت خراسان. ماذا سيحدث؟ يأتي تيمور لانك، وتيمور لانك سيأخذهم ويأتي بهم إلى قلب العالم الإسلامي كجزء أنه هو يوطد حكمه، وهينشرهم في بعض الدول اللي موجودين حاليا. وطبعا من بين هؤلاء بشار الأسد، يعني أجداده يعني. فهنا الكتاب ده كتاب مهم جدا، بيوضح لنا القصة. وبعدين هيرفعوا راية القومية العربية والقومية الكردية إلى آخر ما هنالك. فهذا مرجع تاريخي بيوثق الفترة 400 هجري، الأماكن الانتشار بتاعتهم. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي النهاية ما أهمية عبد الله بن سبأ؟ عبد الله بن سبأ كان شخصية قيادية طبعا، واضح من التصرفات، لكن جاء غيره شخصيات قيادية كثيرة ولكنها راحت في النسيان. يعني أين اليوم جنكيز خان؟ ذهب أدراج الرياح. لكن عبد الله بن سبأ لا، له دول قائمة وله حكومات وله أجهزة مخابرات إلى آخره. إنه هو شخصية حركية وبيستطيع تثوير الجماهير إلى آخره. هذا قوة شخصية عبد الله بن سبأ في العقيدة، الدين. دائما إذا نظرت إلى أي شخص قام بتغيير مجرى التاريخ ستجد أنه اعتمد على سلاح الدين. يعني عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام، فالرسول مات لكن الإسلام ممتد حتى اليوم، يعني بيشكل التاريخ الدولي كله من يوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. الإسلام عامل أساسي فيه ولاعب ومحرك رئيسي. المسيحية، اليهودية، الهندوسية، السبائية. ففي النهاية الثوار أو المتمردون أو الانقلابيون الذين خرجوا مع عبد الله بن سبأ ولم يكن لديهم عقيدة، مثل حكيم ابن جبلة وغيرهم اللي هم يعني عندهم مشاكل مالية، ذابوا. كالذين خرجوا على السلطان عبد الحميد أين ذهبوا؟ ذابوا. لكن من الذي بقي؟ أصحاب العقيدة، عمدو الكرس وهؤلاء هم الذين بقوا وحكموا تركيا بعد ذلك، ويشكلون الدولة العميقة في تركيا حتى الآن. فإذا نجد دائما أن أصحاب العقيدة في الثورات هم الذين يمتد أثرهم لمئات السنين بعد ذلك. ودي انظر في أي دولة، انظر صاحب العقيدة لما حكمها شخص صاحب عقيدة
سواء أنت متفق مع هذه العقيدة أو ضدها، ستجده أثر في هذه الدولة وفي كيانها وفي شعبها مئات السنين تالية. إيران مثلا بنشاهد فيها لما حكمها الصفويين غيروا عقيدتها، فغيروا إيران 500 سنة حتى يومنا هذا. وغير ذلك من الدول الإسلامية جرى نفس الأمر المشابه. هنا نقول مرة أخرى، نحن كمسلمين نؤمن أن الفكر هو الذي يحرك حركة التاريخ وليس البطون. فالذين تحركوا من أجل بطونهم في عهد سيدنا عثمان وعبد الله بن سبأ ذابوا، والذين تحركوا لخلع السلطان عبد الحميد في الدولة العثمانية من أجل بطونهم ذابوا. لكن الذين تحركوا من أجل أفكارهم ودينهم بقوا، وبقيت أفكارهم وبقي مؤيديهم إلى أيامنا هذه. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب سيف بن عمر، أهم راوي أو مؤرخ مسلم سني في تلك الفترة، أرجو الاستماع إليه. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها، أسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، وقناتي على التليجرام أرجو الاشتراك فيها، هنا قناة فيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها الأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.